شو صار اليوم من 8 الصبح ل 8 المساء؟ اليوم بيّنت آثار المجزرة اللي ارتكبتها إسرائيل بعين الحلوة امبارح مطرح ما قتلت 13 شخص بملعب فوتبول، وطلعت مسيرات غاضبة بالمخيم نددت بالعدوان. الصبح اغتالت إسرائيل الموظف البلدي بلال شعيطو بالطيرة، وانجرح 12 طالب كانوا بباص حد السيارة المستهدفة. بعد الظهر بعت أفيخاي أدرعي تهديدات للجنوب، وشنت إسرائيل غارات دمرت مباني وبيوت بدير كيفا، شحور، عينيتا وطير فلساي. شيع الجيش عسكريين ماتوا باشتباكات مع مطلوبين وتجار مخدرات بالشراونة ببعلبك. بسوريا عمل نتنياهو جولة داخل الأراضي السورية المحتلة، وبالقنيطرة توغلت قوات إسرائيلية ونصبت حواجز ببريقة وبير عجم. هذه المشاهد متى ستنتهي في غزة؟ بغزة شن الاحتلال سلسلة غارات قتل فيها 13 شخص على الأقل، بزعم انه قواته تعرضت لإطلاق نار بخان يونس، وانلغى لقاء كان مفروض يتم بين ويتكوف ووفد من حماس بإسطنبول.